تبين هذه الصور محل بمنطقة سويحل من مدينة جرجيس. هذا المحل استأجره السيد. كان المحل لبيع الصناعات التقليدية، كما تعود ملكية هذا المحل السيد أحمد بعرون. دامت مدة العقد الكراء فترة تتراوح 20 سنة، وعمل المحل لمدة 10 سنوات، ثم نتيجة لتراجع النشاط السياحي بجرجيس أقفل السيد المحل في 10 سنين المتبقية. المشكلة تكمن هنا، فالسيد بدأ يماطل في دفع معينات الكراء حتى وصل الأمر إلى الامتناع عن الدفع كليا لأكثر من 5 سنوات. وأكثر تفاصيل عن هذه القضية نترككم مع هذا الحوار. محمد، تنجمش تحكي لنا على بعض التفاصيل القضية؟ يعني المحل باسم شكون والمن كريتوه؟ المحل باسم بابايا اللي هو أحمد بعرون، وأني اسمي محمد بعرون. كريناه على أساس جارنا وشيء. باهي ياسر. توا تنجمش تحكي لنا على المشاكل اللي صارت بينكم وبين السيد بخصوص المحل؟ المحل كرين هنا احنا من عام آخر 80 نقول احنا آخر 80 أول 90. كانت الأمور مريقلة كل شيء، أمورنا سمسات وخلاص في وقتها كل شيء ديما في الصيف. بعد تالي أزمة نتاع السياحة في السواحل، الناس كل تعرفها في جرجيس كل شيء. دي خلاص الكري يجي مبخر كذا واحد، وبابا يقول مش مشكلة جيران فما حتى مشكلة وكل شيء. تو هناك أكثر من 5 سنين ما وصلنا حتى فرنك حتى شيء. يعني بدي ينقص عليكم بالشوي بشوي معناها في الكراء في الاخر، معناها في السنوات الاخيره. هي تنجم تفهمها ازمه ما هناش اكثر من 10 سنين تلقى مسكر. هي نورمالمون كيف يبدا ازمه مسكره نورمالمون يخلص العباد نورمالمون ولا؟ خلص اخرج مش عارف يعني واحد يشوف حل، مش اخي يخرج هو ناكل لحد اخر. ايوه باه. محمد، ما ثماش بوادر صلح حتى من كبار الحومه يعني؟ بوادر الصلح كيفاش؟ بوادر الصلح يعني عندي 6 شهور التالي الداعي على بابايا هو اللي خلع الحانوت برا وتعالى للمحكمه كل شيء. يعني بابايا راجل كبير عمره 65 عام في الانتريت كل شيء، برا وتعالى للمحكمه. واللي الشاهد راجل كبير اكثر من بابايا كل شيء، شاهد زور. وصلنا للجي القاضي هني شاف الحانوت ما لقي حتى شيء واحد، نقولوا عدم سماع الدعوه. كيفاش يعني معناها ما ثماش معناها عباد اخرين معناها نجم حبيت تصلح ما بيناتكم ولا كيفاش؟ لا ما فماش هذه، لا هذا على اساس جار. يعني ما تصلح ما بيناتكم كيفاش معناها؟ جيت هو مثلا تقول له اعطيهم الناس فلوسهم ولا حاجه ولا ثماش معناها؟ لا الكلام اكثر من الفعل. يجوك عباد يقول لك اكورد تنشوفوا حل كل شيء، كان الكلام هكا صارت هكا. ايه انتم محمد تو من هبطوا وشكيتوا وهبطوا عاد المنفذ، شنو كان ردهم؟ يعني شنو كان رد القضاء 4 سنين وانتم تشكوا مثلا معناها كيفاش؟ حكي اللي هو حكي ما خديتش. هذا بالقضاء بالقانون تاعنا. احنا بعد الثوره كل شيء كل واحد ياخذ حقه. يعني ناخذ حقي وهو كان عنده حق كذا ياخذ. محمد تو مثلا عندكش مشاكل اخرى يعني بخصوص القضيه؟ فماش مشكله اخرى؟ يعني عندي الحانوت توا مشيت تكتك وصلت تطيح طاحت بلاكه تو عندها بالك 15 يوم. شو جت على العباد من غدوه جبنا عدم منفذ باش يعمل معاينه نتاعها. السيد حب ينظف باش هكا ما نجحت شيء مش عارف كيفاش. جو باباي وعمي قالوا له خلي هكاك حتى اللي يجي العدم منفذ يعمل معاينه نتاعها. ايوه. يمشي للمركز يقول لهم راهو ضربوني كل شيء، وعلى اساس هذا السيد عمره تقريبا 50 عام معه ولده وقتها في وقت الحادثه. ضربوه. باباي عمره 65 عام وعمي عمره 68 عام عنده تونسيون وعنده الدم. لا تنجمش فماشي كشكون يشهد معناها كيفاش عمك ولا كيفاش نادوه ولا حاجه مثلا؟ عمك كامل تشهد. السواح الكامله موجوده. صارت الحادثه على 9:30 تاع الصبح. اي معناها شاهدين على اللي هي معناها قالوا لهم كشكي بيهم حاجه. بطبيعه الحال. وكي وجت الشرطه وقتها جو 6 بوليسيه على بابايا وعمي. شافوا شني ما لقوا حتى شيء. كيما لقى ما مشاتش الباعه مشى يعمل عريضه وكل شيء واحد برا وتعالى. انا تو وصلنا للالتزام مش هذا يجبد الاخر. باهي يس. ايه مثلا ما ثماش شكون وانت قلت لي فهم معناها الشهاد مثلا على ثماش شكون معناها؟ شاهد عندنا واحد من الحمش اللي تحت عليه بلاكه كامل قالت نتاع قبل هذا 2 متر على متر كان تحت لحد قلت لك. وتوا قعدنا تو عنيب. انا يبدا لازم السلطه تبدا في بالها والحمايه المدنيه واللي يحبوا هم وحتى الامن تي على حد العاد يتحمل مسؤوليته ودبر روسه. يعني كل مره تي علاش منه حقي. وفي الطريق يعني معناها على الطريق العام في السواعي على قبل الفارماسيه واضح ما نجمش
تخفى لحد. معناها نحب نشوفوا معناها اللي يتكلم الشاهد اللي قلت عليه انت معناها. نجيبوه موجودين. باهي يا ساري. معنا شاهد عيان عم محمد، تنجمش تحكينا على الاشكاليه اللي بينك وبين السيد؟ ما عندي معاه حتى اي اشكال السيد هذا، وما عندي معاه حتى علاقه. السيد كي طاح الحيط مشيت نفهم فيه باش ما يلمدش، جاي يلمد على الصباح في الحيط، بخاطر عندنا عدل منفذ باش يجي يعمل لونكيت نتاعو. بدا يلمد، قلت له ما تمس شيء حتى يجي عدل منفذ. الكلمه السهله اللي عنده هو قال لي انت ايش مدخلك؟ اللي نساه هو رزق بابا. ايوه. قلت له تهز كرهبتك وتمشي على روحك. اكثر من هذا ما صار ما بيناتنا شيء. بعد تقريبا نص ساعه ولا ساعه جاوا 6 عوان وبرا عادوا والطامه والعامه. كي جات الشرطه انا في الفارماسي جيت هنيا ثم قالوا لي تهدد في السيد وباش تقتلوا. حسيروا باختصار العوان، قلت لهم لقيتوا حد، لقيتوا ناس، لقيتوا حاجه. قال ما لقينا شيء، هو هكا في الامان في الامان. يعني ادعى عليك بالباطل نقول يعني ادعاء بالباطل. وبعدها مشينا للشرطه غاديكا وحسيلوا وعمل عريضه بعدها وعيطت لنا الشرطه وقلنا لهم فهمناهم في كل شيء واحنا عملنا عريضه. والبارحه عمل التزام كوم ما عاش السيد هذايا باش يبين. حتى الحاكم فهم اللي السيد هذايا دولابه كبير من غير ما نحكيو. ايه تو تنجمش تعطي رساله اخيره يعني معناها؟ ايش من رساله؟ السيد هذا 10 سنين، المراه ماتت بغلبتها، مرت خويا ماتت بغلبتها، اللي حوايج بناتها ملوحين في فيراندا، والسيد محتل الدار. كيفاش محتل؟ باسم الصداقه وباسمكم كرا زوز الاحوال. تكلم خويا في التليفون قال له هاو زوز ال4 بيوت باش نعملهم دبوا. اي من هكا نهار توا صافي 20 سنه المراه مسكينه حوايج بناتها ملوحين في فيراندا في الشتاء. مره جيب باش نحي باش معناها الحوايج نتنوا الحوايج خرثوا. حاله مكربه يا الحسين. المراه ماتت بغلبتها والسيد هذا ما فهمش روحه. والعداله امشي ويجا. باه. وبخصوص الوحده على كيفاش معناها؟ هذيك راني خايف الى يومنا هذا، خايف من الاولاد الصغار اللي يتحداوا تحت الحيط. لا بلديه جات الحمايه المدنيه راني كلمت وقال ما نجموش ندخلوا، اما انا خلينا نقطه عندهم هما. معنا محمد بعرون مره ثانيه باش نخلوا لك كلمه الختام. شنو تحب توجه رساله ولا تنجم تحب تحكي اي حاجه؟ كلمه الختام اولا سيكوريتي العباد اللي باش يطيح على فرق صغير ولا حتى كبير بلا كل مره تهبط تصمم 2-3 كيلو، خصوصا للوحده للسقف الفساد. الفساد كان يطيح على حد مسؤوليه شكون؟ يا خويا البلديه تتحمل مسؤوليتها. أنا واحد من الناس ما عنديش الحق نمس الناحيه لا نطيح. ما تقدرش تطيح معناها انت معناها لا عند القضاء، قضاء يتصرف دبر راسك. ثاني حاجه انا امي توفت من جرة الحنون. يا خويا يعطوني حق نشتغل بحاجه كبيره. والشباب انا يا اخي يحب الرجل الحانوت، يحب نعمل في مشروع نجم ندخل حتى يخدم رجل الحانوت. لا خدمتونا اعطيتونا حقنا لا حد شيء. يعني نجم نفهم القهره، نفهم عباد علاش تولي مجرمين وعلاش تولي ارهابيين وعلاش تولي. وفرونا يا اخويا، اعطونا حقنا ويرحم والديك.